السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم حبيباتي؟ واش راكم غالياتي مشتركاتي الوفيات؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا في لا فيديو تاعي، فيديو جديد روتين جديد مع موضوع جديد كما تعودتوا عليا غالياتي. ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم وما نكونش ثقيله يا رب العالمين. واش نقول لكم غالياتي؟ نتمنى منكم انكم تكملوا لا فيديو حتى النهايه، ما تنسونيش بجام ديروا لي جام لا فيديو، ابوني في القناه اذا ما كنتيش مشتركه حبيبتي هكذا باه تنضمي للعائله تاعنا واكيد راح تستفادي. هنا يا الغاليات بديت روتيني، بديت معكم الصباح. هنا كما راكم تشوفوا قهوه حليب. هذه انا شوفوا قهوه حليب صباح، قهوه حليب الحشيه. هذه مكش اللي نحيها لي داك الفنجان راكم تشوفوا فيه مكاش اللي نحيو لي، واحد صباح واحد الحشيه. المهم استقهويت. هنايا كان وليدي راح يقرا وانفال بنتي كانت تدور معايا كالعاده والعوايد دائما تكون حاضره في اللعب. ومن بعد كي استقهويت لميت الماعن، كنت غسلتهم هنايا الصراحه تاع كنت مازال ما غسلتش تاع الحشا، كنت عجزت عليهم في الحقيقه، ماشي عجزت وانما انفال بنتي مرضت لي الهيت معاها ايا لميتهم وقلت لهم قعدوا كيما راكم حتى الغدوه ان شاء الله ونصبح عليكم. المهم غالياتي تبعوا لا فيديو حتى النهايه وانا راح نهضر لكم في واحد الموضوع بزاف مهم. يعني اي وحده راهي تلفت لها ولا اي وحده ما عرفتش منين تبدا في الاقتصاد وفي التوفير وفي الادخار، نقول لك روحي هنا حبيبتي، روحي هنا عند خيتك وحلي ودنك مليح مليح وكلامي حافظيه ماشي غير سمعيه، لانه راح نمدلك نصائح في القمه، راح نمدلك واحد الافكار اللي اذا تبعتيهم رايحه تنجحي. نعطيك سري حبيبتي، سري اللي تبعته وما زلت نتبعه الحمد لله يا ربي، رانا كافين ووافين والحمد لله يا ربي، وان شاء الله ربي يجعلها نعمه دائمه واحفظها من الزوال يا رب العالمين. واش نقول لكم غالياتي؟ شوفوا كيما نقولوا حنايا نعطي لك واحد لي زاستيس اللي رايحين يساعدوك مع الغلاء هذا اللي رانا فيه. رانا في زمن الغلاء الفاحش، رانا في الغلاء، يعني الواحد ولا ما يكفيش، الواحد ولا شهر وبالسيبه يكمل هذاك الشهر تاعو، كاين اللي شهريته ما تكفيش، كاين اللي ماهوش خدام ويحير هذاك الشهر كيفاه يكملوا. ما مرتو تصيبيها تخمم معاه باسكو على المراه ثاني كي تجي طيب وما تلقاش راح تنغبن. المراه كي يجوا اولادها وتجي طيب لهم ما تصيبش واش طيب لهم لا فطور لا عشاء، اكيد راح تنغبن وراح تنضر. هنايا يخلوك تخمي بطريقه اخرى، يخلوك تخمي باسلوب اخر. هنا متخمي لا في نفسك لا والو، تحوسي غير على ولادك وتحوسي كيفاه تكملي عفوا شهرك، وهذيك الشهريه لازم كيما نقولوا حنايا تكمل لك الشهر بلا ما تطيحي في الدين، بلا ما تطيحي في الكريدي، بلا ما تطيحي في هذوك الصوالح اللي راكي عارفه اذا فتي طحتي فيهم خلاص ما كاش مخرج منهم. شوفي حبيبتي نعطيك اسرار الاقتصاد. شوفي بار اكزومبل ها راجلك جاب لك هذاك القضيه نتاع الشهر، انتيا جاب لك قضيه، جاب ديك الشهريه تاعو، اذا رحتي قضيتي مع اللهم بارك، اذا ما رحتيش جاب لك هذاك القضيه، جاب لك هذيك الخضره تاعك. كي تجيب لك هذيك الخضره ماشي معناتها كيما نقولوا حنا طيحي ديري غير صوالح اللي يكونسومو لك الخضره بزاف، كيما نقولوا ديري تكتوكه، ديري هذيك الصوالح اللي يدوا لك الخضره بزاف تكثري طيحي عليها من بعد في يومين 3 ايام تكمليها، لا لا. ولا يجيب لك هذيك الريفي طايمه طيحي غير على لي بات نهار مورا فطور وحشه فطور وحشه، ومن بعد على الحبوب فطور وحشه فطور وحشه، حتى تصيبي روحك ديك الريفي طايمه كملتيها ما با 10 ايام ولا 15 يوم وتقعدي حاله فمك. لا لا حبيبتي، هذا يعني هذه طريقه خاطئه ما ننصحكمش بها. لازم يكون التنوع. انا قلت لكم في لا فيديو تاع البارح كي درت لكم جدول تاع الوجبات في الفيديو اللي فاتت، الفيديو تاع الوجبات قلت لكم يعني التنوع لازم يكون، منها انتيا تنقصي على روحك المصروف، منها الريفي طايمه تاعك تشد لك مع الخضره، وكذلك راح تستفادي من كامل الصوالح اللي يكونوا ولا الفيتامينات اللي يكونوا في الاكل تاعنا. المهم حاولي انك تنوعي، نهار هذا درتي تكتوكه، نهار الاخر ديري لهم كيما نقولوا حنايا ديري لهم لاصوب، نهار واحد اخر ديري لهم حريره، نهار واحد اخر ديري لهم سلق مقلي، نهار واحد اخر ديري لهم بطاطا مقليه، نهار اللي موراه ديري لهم عدس الاحمر. المهم حاولي انك تنوعي، حاولي انك كيما نقولوا حنايا تنوعي في الجدول الوجبات تاعك، منها هكاك ولادك ما يكرهولكش، منها راح كيما نقولوا حنا تحافظي على الخضره تاعك، راح تشد لك حتى 10 ايام اذا كانت عندك بزياده قادر حتى ل 15 يوم، ولا كذلك الريفي طايمه تاعك راح تكمل لك شهر. هنايا لازم نتيا تعرفي كيفاه تلعبي لعبك في كوزينتك، تعرفي يعني كيفاه كيما نقولوا حنايا تحافظي على ولا ماشي تحافظي يعني تقتصدي في صوالحك باه يشدوا لك اطول مده ممكنه. كما تعرفوا رانا في الصيف، يعني كانوا في وقت مضى كان الصيف الخضره والله العظيم غير ماشي باطل وانما شغل تكون في سعر متناول الجميع، يعني القليل ياكل واللي عنده ياكل واللي ما عندوش ياكل.
دروك الخضره ولات كي صيف كي شتا، يعني ميم بري ما تهبطش كامل. البصل كي ولا 30000، الطرشي 11000 12000 للكيلو، كذلك الحار عندنا الزرنديه 8000 9000، يعني كلش غالي. كنا احنا في وقت مضى كنا نبروفيتو الصيف هذا، كنا نقلوا الطرشي بزاف، كنا نديروا التكتوكه بزاف، يديروا هذو المحاجب، نديروا لي سوفلي، نديروا هذو الصوالح. دوكا لا دوكا الانسان ولا يخمم غير كيفاه يكمل هذاك الشهر بلا ما يطيح في الكريدي وبلا ما يدير الدين في روحه، باسكو الدين اذا فتي طحتي فيه ما كيش راح تخرجي منه. اذا غرقتي في دوامه الدين والله العلي العظيم الخروج راح يكون شبه مستحيل، هذا اذا خرجتي. يعني انا راني نقول لكم عن تجربه، مانيش نهضر لكم غير هكاك وصاي من راسي. المهم برك نقطع لكم الهضره. هنايا كيما راكم تشوفوا هذاك نص ربع صدر تاع دجاج كنت درتو شوا كيما تعرفوني. انس وليدي يبغي شوي يموت عليه. منين داك هكا خطره على خطره ندلهم، صراحه عندي بزاف ما درتولهمش. هذاك الصدر كنت حايره، قلت نديرو جواز تاع ليبول ولا شوا، بعد قلت له روح تشوف هنايا والله غير قطعتك كيما نقولوا حنايا نملحك وندير لك لي زيبيس الله الله ونشويك ونفرح وليداتي هكا كيشموا ديك الريحه تاع الشوا الله الله، ويشوفوني هكاك وكامل كيما يقول لك ياكلوا بعينيهم قبل الكروشه. المهم هذه كانت برك بين قوسين. نكملوا في موضوعنا حبيباتي، نرجع لموضوعنا تاع نهار اليوم. قلت لك الاقتصاد لازم انتي تبدايه، ومن تبدايه من كوزينتك. الاقتصاد عنده قواعد، الاقتصاد عنده خطوات لازم تتبعيهم باش تنجحي فيهم، واكيد انتي راح تكوني مستفاده بالدرجه الاولى، راح تربحي كيما نقولوا حنايا مصروفك، تربحي دراهمك، مستقبل روحك، ديري لافونيغ روحك. على بالي بلي الوقت لا صعيب انه باه ديري المستقبل ولا لافونيغ روحك ولا لولادك، يعني يليق لك مي معليش. المهم انتي تنقصي على روحك، تبادري، ماشي معناتها كل شغله خلاص انا نقعد غير ثما ونقعد صاي كل شغله ما ندير والو. لازم كيما نقولوا حنايا نجيب حيله ولا نتعايش مع الوضع اللي رانا فيه، نجيب خطط اللي نتمشى مع كيما نقولوا حنا الوضع هذا تاع الغلاء اللي رانا فيه. ما نقعدش في حلقه مفرغه ما ندير والو. علاه ما ندير والو؟ مادام راني قادره ومادام عندي مدخل الحمد لله يا ربي نقدر ندير به. اذا ما درتش الشيء الكثير كيما نقولوا ندير الشيء القليل معليش. المهم الواحد كي نقص على روحه بعض كيما نقولوا حنايا صوالح قلال معليش، الدنيا وما فيها. عندك دار ماكش معمرتها بالقش، انا نبادر سورتو كي تشوفي هكا تخرجي تشوفي ناس الله الله ديالهم شابين. انا ما نكذبش عليكم، انا والله لا يغيروني. انا كي نخرج ونشوف دار شابه ومعمره بالقش ومتيوله والماء الله الله، وداك السيرفيس غير السيرفيس اللي يحطوا لك فيه القهوه، انا ما نكذبش عليكم البنات والله لا ماشي غير انه درجه نحسد، وانما هكا قلبي حار. نبغي انا ثاني كندير الصوالح في داري، نقول انا علاه عليهم. انا مادام راجلي راه خدام الحمد لله يا ربي راه عنده مدخول نقدر ندير. معليش ما نديرش كلش في نهار ولا كلش في عام ولا كلش في. المهم كل خطره حاجه كل خطره حاجه كل خطره حاجه، حتى كيما نقولوا حنايا نوصل كيما نقولوا يا لو كان لشويه برك ندير غير شويه تعقش، ماشي شرط نعمر كامل داري، مي الحمد لله نروح درجه درجه حتى نلحق وين راني باغيه. كيكون مصروفك في جيبك قطاصدي وفري. كما نقولوا حنايا الحاجه اللي تقدري الكماليات هذوك اللي ما عندهمش فايده وما عندهم حتى كما نقولوا لزوم، انا نستغنى عليهم نهائيا. معليش يجي نهار وين ناكل، يجي نهار وين نشرب، يجي نهار وين نخرج، يجي نهار وين نحوس، هذو الصوالح كامل بالوقت. انما الانسان كي يدير هذو الصوالح باسكو الدنيا راه غير تزيد، باسكو الحاجه كي تفوت تغلى يعني كونك مهنيه باللي مش راح تعاود ترجع كما كانت. كل الحاجه كي تفوت تغلى خلاص معناتها تبقى في داك البري، راح تزيد مش راح تهبط. هذه هي. المهم انت عارفه كيفاه تتمشي، عارفه كيفاه تتحايلي مع الغلاء هذا اللي رانا فيه. هذو اسرار يعني من بكري المراه المقتصده والفحله ديرهم اللي تبغي تعمر دارها، اللي تبغي تبني دارها. هذو من الاسرار اللي لازم تتبعيهم، لازم تكوني ذكيه في كلش. ماشي معناتها انك تشوفي هذيك المراه لابسه وخارجه ولابسه حط الله الله تقولي انا نروح نلبس، تشوفيها خارجه كل يوم تخرج تاكل برا تقولي انا لا ما عنديش هذوك بالك هي دار ما تحسي كاع كون تروحي تصيبي دارها فارغه من الداخل، وهي هذوك الكماليات نتبع الكماليات بزاف. وعلاه واش من فايده وانا كي يجيني ضيف وما نصيبش سيرفيس شباب الله الله تاع قهوه نحطوا له، وعلاه ثم كما نقول لك الحشمه تاعها بزاف، يعني وجهك ما تصيبيش وين تحطيه. المهم هذه مجرد افكار، مجرد نصائح كنت مديتها لكم، كنت نصحتكم بها. اي وحده عفوا يعني حابه تبادر، حابه تكون كما نقولوا حنايا توصل لوين راهي باغيه، ما عليها تتبعهم يعني وتديري القلب. والمراه اللي تصبر كما نقولوا حنا دارها تعمر. هذه ناس بكري قالوا، يعني ماشي انا اللي قلتها. واش نقول لكم ان شاء الله ربي يكون في العون. والله يا البنات ربي يكون في العون. كاين بزاف نسى اللي نشوفهم كيما هكا مساكن باغيين يديروا تاويل، باغيين بزاف صوالح. كاين ديجا اللي اتفه هكا صوالح
تافهين كيما نقولوا حنايا، هكا باغيين يوصلوا لهم مساكن. الله غالب ما قدروش، ربي يكون في العين. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. هذا واش يقول الواحد. المهم هنا كيما راكم تشوفوا غالياتي، كنت قطعت البطاطا تاعي درتها في الماء، وهذاك الشوا كنت خدمته كامل درته في الفريجيدير. قلت كي يلحق الوقت هكا نصيبهم واجدين غير نخدمهم برك. هنا قليت البطاطا تاعي وراح تشوفوني الشوا كيفاه شاركت معكم، يعني غير في الطاجين درت له شويه زيت وشويته. واش نقول لكم غالياتي، شاهدكم في الجنه ان شاء الله. اي وحده يعني شافت لا فيديو ضرب قلبها هكا في الشوال، نقول لك سمحي لي حبيبتي شاهدك في الجنه. المهم الانسان هكا خطره على خطره يفرح روحه، ماشي معناتها انه نقتصدوا نحرموا روحنا من كلش، ماشي معناتها اني نقتصد ما ناكلش ما نخرجش وانما في الحد المعقول كيما نقولوا حنا. ما نفوتش النطاق تاع كيما نقولوا حنا ولا الحدود، اني كل يوم ندير داك الشيء، كل يوم نخرج، كل يوم ناكل شوا، كل يوم ناكل الدجاج اللحم. لا حبيباتي، المهم الانسان يعرف كيفاه يخمم ويعرف كيفاه يمشي. كانت هذه لا فيديو تاع نهار اليوم. واش بقى لي نقول لكم؟ ما بقى لي نقول لكم غير تهلاو في روحتكم. الى الملتقى باذن الله تعالى، مع السلامه.